بتدور على سماعه تحت ال1000 ونص، بتقعد 42 ساعه، فيها خاصيتين عزل ANC و ENC، استيريو ساوند عشان تسمع اغاني ومزيكا بصوت كويس جدا. بلوتوث بيجي 5.3 يعني بتقعد معاك 15 متر مدى ما بين الموبايل وما بين السماعه. وبتيجي فاست تشارجنج، يعني انت لو مستعجل وما شحنتش السماعه اشحنها بس 10 دقائق هتديك ساعتين استخدام. وجيمنج مود وتفاصيل تانية كتير. وكمان 4 مايك يعني بيديك جوده مكالمات ممتازه. يبقى انت قدامك السماعه الديفيا اللي بتيجي تحت سعر ال 1500 جنيه. اهلا بكم في فيديو جديد، معاكم عمرو عماد، والنهارده هرشح لك فئه السماعات الاكثر طلبا. الناس كلها بتدور على سماعه تحت ال1000 ونص. لو بتدور برضو على حاجه مكالمات فرشح لك سماعه ما تكونش 2 مايك، لا تكون 4 مايك عشان تديك جوده صوت فعلا ممتازه. اما بقى لو مهتم بالعزل وبتستخدم السماعه في مكان دوشه، مكتب او في شارع الديسابيل بتاعه عالي، فرشح لك برضو السماعه الديفيا، لان هي بتيجي بخاصيه الاي ان سي والاي ان سي اللي هو خاصيه الاكتيف نويز كانسلنج. اما بقى لو حبيت تسمع مزيكا واغاني بصوت يكون كواليتي بتاعها كويس، فهي ستيريو ساوند، فبتديك تجربه صوت فعلا ممتازه. خلينا ناخدك بقى تجربه سريعه للمايك عشان فعلا تتاكد من التجربه بتاعتنا بالصوت. هنعمل تجربه صوت 5 ثواني، اسمع الصوت بنفسك واكتب لنا في الكومنت رايك. بص، احنا دلوقتي بنجرب السماعه الديفيا. انا عايز تمام. اعرف رايك. دلوقتي في الطريق اهو، سايق في زحمه في تمام. عز النهار ومطلع راسي من الشباك اهو. عايز تمام. انطباعك. السماعه الديفيا اهي، انا عايز مش سامع انطباعك كده. جنبك اي صوت، يعني اه. صوتك بس هو اللي واصل لي. بعد ما سمعت تجربه الصوت قرر واحكم بنفسك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان تشوف فيديو الشرح كامل.